أهلا بيكم معايا. أنا سلوى وده بودكاست نقطة ومن أول السطر. حلقة النهاردة بعنوان الإحساس المر اللي ما بنعرفش نعمل إيه معاه. في رحلة الحياة والتجارب الكتير اللي بنمر بيها ومع الوقت بنلاقي اختياراتنا وقراراتنا بتميل أكتر للعقل مش للإحساس. بس ساعات وبدون إنذار بنلاقي نفسنا قدام مواقف وأشخاص إحساسنا هو اللي بيحركنا، إحساس قوي صعب نتجاهله. وفي الحالة دي بيبقى قدامنا طريق من اتنين: الطريق الأول نصدق إحساسنا ونمشي وراه، والطريق التاني نخاف ونهرب من الإحساس ده. يا ترى أي طريق منهم هو اللي بيوصلنا للإحساس المر اللي ما بنعرفش نعمل إيه معاه؟ يعني لما تقابل حد ما تعرفوش، يمكن بتشوفه لأول مرة وتلاقي نفسك مشدود له، مرتاح له، في حاجة بتقربك منه غريبة ها؟ بس الأغرب بقى إنك تلاقيه هو كمان زيك مشدود لك، مرتاح لك، وتسأل نفسك يا ترى إحساسك بيه ونظراتك ليه هي اللي خليته ياخد باله منك، ولا إحساسه بيك ونظراته ليك هي اللي خلتك أنت اللي تاخد بالك منه، ولا أنتم الاتنين لقيتوا بعض؟ إحساس جميل قوي صعب يتوصف. في ناس ما بتضيعش الإحساس ده، بتصدقه وبيحاولوا إنهم يقربوا ويختبروا إحساسهم ده، وبتكون النتيجة حاجة من اتنين: لا إما إحساسهم ده بيكون صادق وبيقوى مع الوقت وتكون النهاية هي بداية حياة سعيدة ليهم، أو لما بيقربوا بيكتشفوا إن إحساسهم مش حقيقي، كان إحساس وقتي، وفي الحالة دي بتكون النهاية إنهم بيبعدوا. وعلى الرغم من اختلاف النهاية للناس اللي اختاروا يصدقوا إحساسهم ويقربوا ويحاولوا، إلا إن الشيء المشترك ما بينهم إنهم مش هيحسوا بالإحساس المر اللي ما بنعرفش نعمل إيه معاه. بس في ناس تانية كتير قوي بيخافوا وبيضيعوا على نفسهم الفرصة دي اللي كان ممكن تكون أجمل قصة كان ممكن يعيشوها، ويعيشوا في ندم إزاي ضيعوا الفرصة دي من إيديهم. الندم هو الإحساس المر اللي ما بنعرفش نعمل إيه معاه. لا تقدر ترجع اللي ضاع منك ولا قادر تقبل اللي انت فيه، وأوقات كتير ما بتعرفش تنسى. كان هيجرى إيه بس لو صدقت إحساسك وحاولت؟ حتى لو فشلت على الأقل كنت هترتاح لأنك ما خفتش. حاولت وفشلت وإيه يعني؟ أو حاولت ونجحت يعني كتير قوي. أما الخوف والهروب من إنك تحاول هو ده الصعب، هو ده اللي بيوصل للندم، الإحساس المر اللي ما بنعرفش نعمل إيه معاه. الخوف من إنك تفشل ممكن يضيع عليك حاجات كتير قوي: شريك حياة كان ممكن يكون الأنسب ليك، صديق مخلص كان ممكن يكون سند ليك، فرصة عمل مش هتتعوض تاني، حلم كنت دايما بتحلم بيه. حاجات كتير ممكن تضيعها من إيدك بس لأنك خايف إنك تفشل، خايف إنك تخسر، خايف إنك تنجرح، وتعيش يمكن عمرك كله في إحساس الندم ده، الإحساس المر اللي ما بنعرفش نعمل إيه معاه. علشان كده لازم تصدق إحساسك وتمشي وراه حتى لو فشلت، وإيه يعني؟ ما تضيعش على نفسك فرصة ممكنة للسعادة والنجاح، أو فرصة أكيدة للراحة ببعدك عن الندم. طب لو حصل وضيعت الفرصة دي تعمل إيه؟ لو حصل وضيعت الفرصة دي يبقى ما تسيبش نفسك للندم على طول. اندم، اعترف بغلطك، ازعل، بس المهم تتعلم. المهم ما تعملش كده تاني، ما تخليش خوفك يضيع عليك فرص تاني، وانسى وابدأ من جديد. ما تفكرش كتير كان ممكن يحصل ايه لو صدقت احساسك، لان صدقني ساعات كتير ما بيحصلش حاجة خالص. الخسارة مش في الفرصة اللي ضاعت منك النهاردة، الخسارة في الندم اللي بتعيش فيه وبيضيع عليك فرص كتير قوي بعد كده.
زمان كنت بستغرب قوي لما بسمع ناس بتقول إنهم ما بيندموش على أي حاجة فاتت، وكنت بحس إن ده مش ممكن. إزاي ما بيندموش؟ بس بعد سنين وتجارب وفرص ضايعة كتير عرفت إنهم أكيد ندموا، بس اتعلموا. ومادام اتعلموا يبقى خلاص مفيش مجال للاستمرار في الندم. مش هيعيشوا عمرهم كله في السجن ده. إحنا بشر، لازم نغلط ونضيع فرص، وممكن ما نصدقش إحساسنا، مش مشكلة خالص. بس المهم نتعلم، المهم نحاول نصدق إحساسنا المرة الجاية، ونحاول وننجح أو نفشل ونحاول، وهنفضل كده لآخر وقت لينا وإحنا بنحاول. مفيش حاجة في إيدنا غير إننا نحاول. مادام عملت اللي عليك وحاولت، يبقى عمرك ما هتحس تاني بالندم، الإحساس المر اللي ما بنعرفش نعمل إيه معاه. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.